عسلامتكم الناس الكل. جيتكم ورجعت لكم بحويجة سهلة ماهلة بسيطة وفجئية في نفس الوقت، اللي هي حويجة متاع جوع آخر الليل، وإلا لمجة متاع عشوية ولا للصغيرات ولا للكبيرات. الحقيقة بنينة 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 على الآخر، واستخدمت المكونات اللي عندي والموجودة معناتها في الثلاجة واللي موجودة في المطبخ والكوجينة متاعي. فلذا اليوم حبيت نودكم بريسات متاع جوع اخر الليل. الريسات هذه كي نقولكم اخر الليل معناتها حبيت نعمل حاجة سهلة ماهلة وبنينة في نفس الوقت، ونودكم بها بطبيعة الحال. اذا كان عندكم الوقت نجموا تعملوا تضيفوا حاجات انتم تحبوهم وتحبذوهم. فوالا ريساتنا اليوم كما قلت لكم، عندي الخبز هنا، خبز متاعي بايت، وعندي انصاف يعني نصف خبزة نصف خبزة. اللي عنده خبزة كاملة يا حبذا، بالنسبة لي هذا اللي لقيته ولوجدته. اللي هنا عندي أملاتنا المفوحة والبنينة بالمعدنوس والكليل والزعتر والملح والفلفل الأكحل، شوية طن، شوية معدنوس، وصوص بيتزا بطبيعة الحال، و جبن الذي معناتها لا غناء عنه. فوالا لهنا الخبز نتاعي كما قلت لكم يا اما بايت يا اما عندها مثلا شريته من الصباح. المهم انا هنا الريسات نتاعي راني نعملها في اخر تقريبا قريب نص الليل نتاع الليل. هنا الاملات نتاعي قصيتها قطع كما قاعدين تشوفوا نوريلكم فيها. هنا مزينه بالمعدنوس كما قلت لكم وكيلو زعتر وشويه ملح وشويه فلفل اكحل. اعملوا الأومليت كنت تحبوا عظم مصموت، كنت تحبوا عظمة رايبة، كنت تحبوا عظمة نية، خاطر في كل الحالات باش ندخلوا الساندويتش البنين هذا متاعنا في الفور. فوالا الخبز هذا متاعي كما قلت لكم عندي نصف خبزة، لهنا حليته قسمت على زوز من الوسط ونحيت الوسط معناتها هكا الخبز الزايد الابيض هي البابة البيضاء نحيتها. فوالا وهنا جبت الصوص البيتزا متاعي، يا حبذا كانت تعمل صوص بيتزا خاطرها بنينه وتكون ابن اكثر وتستطعموها يعني وتتبننوها كي تعملوها وحدكم، والا هريسه كما تحبوا. اللي يحب الحار ينجم يعمل هريسه، اما صوص بيتزا ابن الصراحه. صوص البيتزا كيما عودتكم ديما هي حبتين طماطم ومعهم سنه ثوم ومعهم شويه زيت شويه ملح وشويه حبق، ونرحوهم مع بعضهم وبعدين نطيبوهم حتى نتقر الزيت متاعها واللي الصوص متاعنا عاقده، ونزيدوهم في الاخر رشيشه احبق بطبيعه الحال. لهنا حبيت حطيت الصوص بتاعي، صدقوني خفلف تقريبا ما يجيش ربع ساعه ولا نصف ساعه ما بين التحضيرات اللي تشوفوا فيها الكل، تقريبا نصف ساعه في اخر الليل. جوع اخر الليل يعمل اكثر من هيك، وما حبيت وما عجبني حتى شيء بصراحه. ما فاختر هذه الفكره البسيطه على بالي، فحبيت نودكم باها وتعملها على مهلكم اكيد، خاطر انا هنا جوع اخر الليل ومزروبه وماذا بينا نعمل حاجه بنينه في نفس الوقت. دونك فيت في عملت بالحاجات اللي عندي. لهنا حطيت الأومليت، قبلها جبن، قبلها صوص بيتزا. حطوا الأومليت كيما قلت لكم العظام، تحبوا عظام رايب حطوا، تحبوا عظمه مصموطه حطوا، تحبوا تخلوها عظمه نيه خاطر كلها مش طايبه يعني مش مطبوخه خاطر باش تدخل الفور زادة تجي. لهنا عندي شويه طن، هنا لقيت عندي شويه طن ترى كيف مهروش وجويد وما عجبنيش الحق، اما حبيت هكا نكه بيه يعني نبنن بيه شويه شويه وبركه. معناتها هاني معاكم لا تشكوا فيا هكا شوي شوي. وبعدين رشيتها باش رشه معدنوس. هنا معناتها ما كثرتش الطن الحقيقه خاطر كيما قلت لكم النوعيه ما عجبتنيش، اما هكا عملت باللي وجدت باللي لقيته حاضر. تنجموا تحطوا اللي تحبوا، سلامي كويك سكالوب اذا كان عندكم طايب يعني حاضر، والا سابق في وجبه اخرى. وزيدوها كالرشه البنينه نتاع المعدنوس وزيدوها رشه اخرى من الجبن. ماذا بكم يكون عندكم جبن باهي. الحقيقه لهنا جبن كما شفتوا في التصوير يعني بان ما شاء الله، ولكن تبين في نهايه الحلقه لانه هو مش طياره على الاخر، بنين اما مش طياره. المهم لهنا حطيناه في الفور يسخن لمدة 10 دقائق على 180 درجة خاطر كل شيء طيب. المهم هيك تقرميشة فيك الخبز بتاعنا بارد وإلا بايت يعملنا هيك تقرميشة اعتبارا شريناه جديد. فوالا البنة بحول الله مضمونة، ما نحكي لكمش، ما تخمموش، ما تشكوش، أكيد مضمونة 1000%. والبنة هذه السهلة التشخشيخة هذه البنينة البسيطة اللي ما تخطرش على بالكم، اللي تجي فخر الليل لك حاجة
ومعناتها حاجة غير مهيئ لها ومش مبرمجها، صراحة مشبعة وبنينة بنينة بنينة، جربوها وتفكرون.